السلام عليكم، اهلا بيكم اصحابي الاهلاويه في كل مكان في حلقه الجمعه من مهاجم الاهلي. النهارده حلقه مهمه جدا، اتمنى ان انت تكملها للاخر لان فعلا من اهم الحلقات اللي دايما هتسمعها حلقه يوم الجمعه. لان الحلقه دي هنتناول فيها كل ما يحيط بالنادي الاهلي من اكاذيب وتدليس وتاليف اللي احنا شايفينه، زي اللي حاصل في الفتره اللي فاتت بدايه من سفر النادي الاهلي لكاس العالم للانديه وصفعة احمد السيد زيزو. طبعا احنا شايفين فئة معينة من جمهور الزمالك اللي دايما بنتكلم عليها، مع حوالي 95-96% من نخبة الزمالك عندهم التهابات. الالتهابات دي جاية منين؟ عشان في دودة كبيرة قوي قوي طالعه لهم من ساعة ما الاهلي راح كاس العالم للأندية. مش دودة، اناكوندا، في اناكوندا تحتهم كده عمال تاكل فيهم وتنخور فيهم كده، فقعدوا مش على بعضهم. كمية كده وشتيمة وتخوين وتكذيب وتدليس ما شفتهاش طول عمرك. اوسخ ما فيهم طالع الفترة ديت، لما الحقد والغل بيشتغل تبدأ تشوف اللي انت شايفه الفترة ديت كده من كمية الكذب اللي طالع حتى من النخب بتاعتهم اللي مفيش حد بيحاسبهم. فتبدأ تشوف قلة الأدب اللي ظهر على الساحة حاليا. تشوف بقى مثلا واحد زي ماهر حنا ده بره، وواحد تاني من هنا بيقول له طب بقى روح بلغ على اللعيبه عشان بتساند فلسطين. شوفوا الوساخه والخيانه والقذاره وقله الادب والنجاسه بتوصل بيهم لحد فين. وتلاقي من جمهور الزمالك، والتاني طبعا الخاين اللي بره ده يرد عليه ويقول له ده احنا فعلا هروح ابلغ واشوف مين يبعت لي الداتا بتاعت اللعيبه مش عارف اللي بتساند فلسطين. فلسطين دي شرف، لا شرف انت ما تعرفوش يا مرزباحي، يا مرزباح اليهودي. يعني انت نادي اصلا مؤسسك واحد يهودي ولا صهيوني اسمه مرزباح، فخليك انت مرزباح. هنستنى منك ايه يعني غير كده؟ النهارده هنتكلم في 4 حاجات مهمين جدا. فكره الهوس الزملكاوي، فكره التوزيع المتساوي للجوائز او للارباح او للانصبه الماديه على انديه الدوري، او ان يكون في تساوي بين الاهلي والزمالك. ودي فكره بيطرحها كل نخبه الزمالك، وطالع فيها الفتره ديت في تصريح لجمال العدل هنتكلم عنه. فكرة ان نادي الاهلي رايح كاس العالم للانديه بلعيبه الزمالك وبيشتري لعيبه الزمالك، وان لولا الزمالك الاهلي مش عارف ما كانش هيحصل على بطولات وهبل يعني طبعا. وفكرة الحضور اللي هم ماسكين فيه، حضور جماهير الاهلي في ماتش الافتتاح او الحضور القليل في امريكا وما الى ذلك. فخلينا كده نبدأ الحلقة ديت، واتمنى ان انتوا حضراتكم تعملوا شير للفيديو ده. الاول تعمل لايك عشان الفيديو ينتشر، احنا محتاجين اكبر عدد من الاهلاويه، وحتى لو في حد زملكاوي بيفهم محتاجين ان هو يوصله الفيديو ده، او لو ما بيفهمش يوصله الفيديو عشان يجيله على الجرح. فاتمنى ان حضراتكم تعملوا لايك على الفيديو، تعمل شير للفيديو، تعمل اشتراك في القناه عشان يظهرك كل جديد. ونبدا، والسلام عليكم ورحمه الله. الاول في تصريح لاستاذ جمال الظلم، بيقول لك ايه؟ بيقول لك لازم الاهلي والزمالك ياخدوا قد بعض في كل حاجه، وبيعمل لك كده يعني ميزان العدل. تمام؟ رعايه وبث واعلانات، حتى المنتخب لازم يعمل هبل بقى. شوف الهبل بقى، لازم المنتخب يعمل توازن في مساله ضم اللاعبين. ما ينفعش الاقي 11 لعيب من الاهلي وفي 2 من الزمالك. لازم يكون في عداله في توزيع الموارد واللاعبين الدوليين وكل حاجه. يعني نجيب اللاعبين الدوليين كده. شفت زمان لما كنا نروح حجز كوره فتجيب مثلا في 10 واقفين منهم 6 لعيبه قوي قوي، تمام؟ فتيجي واحد اللي بيختار كابتن الفرقتين ده يقول انا هاخد ايه؟ هاخد مصطفى محمد، فده يقول خلاص وانا هاخد زيزو، فده يقول وانا ببلاش. ما احنا بنوزع كده بقى، تمام؟ اللي هي عداله التوزيع اللاعبين الدوليين، تمام؟ فواحد يقول لك والله خلاص وانا هاخد معايا تريزيجيه، فالتاني يجي يقول لك والله طب انا هاخد حمدي فتحي، فيجي يقول لك التالت انا هاخد محمد هاني، فده يقول لك والله انا هاخد محمد حمدي. فنقف فعلا نجيب الكابتنين، كابتن الزمالك وكابتن الاهلي، نجيب محمد الشناوي ويقف قدامه ايه؟ الميت كابتن شيكابالا. فيقفوا الاثنين بقى كل واحد ايه؟ يختار لعيبه، فيبقى كده في توزيع. دي فكره جمال الظلم عن توزيع اللاعبين الدوليين. انا يعني مش محتاج، يعني الموضوع اصلا والله زي ما احنا قلنا اي حد منطقي وعاقل مش محتاج ان هو يسمع رد عن الهبل ده. لكن انا هبدا اديك امثله للفكره اللي هو بيطرحها دي. هو بيفكرني مثلا بان انت عندك طبيب، تمام؟ راح حضر الدكتوراه في اوروبا ومطلع وبيقرا كتير وابحاث وريسيرشز وجايب اجهزه غاليه جدا في العياده بتاعته بملايين الجنيهات. وواحد طبيب تاني
مش قادر ان هو يعمل الحاجات دي كلها. فيدوب خلص دراسته، عمل زمالة، حتى معرفش يعمل ماجستير، وراح فتح عيادة بيشتغل بالسماعة والترمومتر ب10 جنيه زي زمان، وما عندوش اي اجهزة ولا اي حاجة، والجهاز اللي هو السونار بتاع زمان قوي ده. فهو عايز بقى ان الطبيب اللي بيجي له 100 كشف في اليوم ده كشفه ب 200 جنيه، فبيدخل له 20,000 جنيه في اليوم، وواحد تاني بيعمل له 5 كشوفات في اليوم بيدخل له 100 جنيه ولا ب 500 جنيه في اليوم. فنيجي لا، ده احنا ناخد 10,000 دي نقسمها على الاثنين بقى، احنا ناخد من ده 10 ال 20,000 دي ندي 10 لده 10 لده. طب يا حبيبي ده راجل تعب، راح اوروبا صرف، تعبان على نفسه، شغال بيقرا بيذاكر. لا، ما هي دي العداله، ده طبيب وده طبيب بياخدوا قد بعض. الفكرة التانية ان اتحاد الكورة بقى يوزع البث متساوي وعقود الرعاية متساوية، الكلام ده كله كأننا احنا جبنا الاثنين الاطباء دول. معلش انا بضرب مثال كده قد يكون متاح لكل الناس تقدر تفهمه يعني. جبنا الاثنين الاطباء دول حطيناهم في مركز طبي، كل واحد فيهم بيروح 3 ايام. الطبيب الشاطر ده بيجي له في ال3 ايام بتوعه 150 كشف كل يوم، 50 كشف، فبالتالي مثلا بيدخل للمركز ده 30,000 جنيه في الشهر. التاني بيجي له كل يوم 5 كشوفات، فبيدخل للمركز ده مثلا 1,500 في الشهر. فنيجي احنا اخر الشهر نقول لهم ايه، انت تاخدوا قد بعض. المركز يطلع كده مرتبات الاثنين وارباح الاثنين، فيديهم قد بعضهم الاثنين. لكن ما في ده فكره جمال الظلم عن توزيع اللاعبين الدوليين وتوزيع الارباح والموارد والمعلنين والكلام ده كله. فيعني انا تعرف انا بحس ايه، يعني واحد زي جمال العد ده راجل كاتب ومؤلف وليه بصمه في الدراما المصريه. انا بحس ان انت عشان تشجع الزمالك بتخلع دماغك، مخك ده تخلعه كده تركنه على جنب، وبعد كده تشيل المنطق من جسمك برضو، تروح فاتح جسمك كده شايل المنطق منه، تشوف المنطق فين حته بقى، جنب القلب، جنب الكلى، جنب مخك، تروح شايل المنطق برضو ركنه على جنب، ترميه في الزباله بقى، تركنوش لما عايز ترجع اهلاوي تاني، وعايز ترجع من الناس العاقله في الزملكاويه زي شافوني، زي اسلام علوي، زي كابتن محمد سيف، زي احيانا فتحي سند، زي كابتن حلمي طولان، بعض الناس الزملكاويه اللي فاهمه دي، اللي عندها منطق كده ومحترمه في نفسها، ممكن يعوزوه تاني. لا، يا اما ترميه في الزباله زي ناس كتيره طبعا من النخبه الزملكاويه اللي احنا عارفينها. وتيجي تشوف الضمير فين برضو، ممكن يبقى ورا القلب مثلا كده، فتعمل عمليه قلب مفتوح، تفتح تشيل الضمير ترميه في الزباله برضو. فدي شويه حاجات كده من شروط ان انت تكون انسان زملكاوي في وجهه نظرهم سوي وزملكاوي فعلا. تبدا تشيل المخ اول حاجه، تمام، بعد كده تشوف المنطق ده مستخبي فين تشيله ترميه برضو، وبعد كده تشوف الضمير فين تشيله وترميه. فانت كده اصبحت خلاص خدت ايه، الختم الزملكاوي ايه على قفاك. طيب نروح للتصريح اللي بعده، اللي هي فكرة ان النادي الاهلي بيشتري لعيبه نادي الزمالك، ومن غير نادي الزمالك النادي الاهلي مش عارف ما كانش هيعمل ايه ومش هيروح فين برضو نفس الهبل والهري اللي بيتكلموا فيه. هو هنا في موقع اسمه ايجي سبورت، انا طبعا ده الكلام ده منتشر قوي، يعني سيبريشن عالي جدا في ما بين الزملكاويه، بس انا باخد تصريح واحد كده برد بيه على كل الناس عشان اختصر يعني. بيقول لك بيبو هو رئيس نادي يعمل دمج للانديه، شخص ذكي يعلم تماما ان الاهلي نادي بلا هويه فنيه لا يقدر على المنافسات العالميه بلاعبيه المختارين من داخله، فكان من الضروري الاستعانه بنجوم الزمالك. الاهلي سيشارك في كاس العالم للانديه باسمه لكن بصفه الزمالك، كون اهم لاعبين من نجوم الزمالك السابقين. شكرا بيبو، كون اهم اللاعبين هو ما كملهاش ماشي. شكرا بيبو على توحيد الصفوف والاعتراف الضمن بالحقيقه المطلقه ان الاهلي لا شيء بدون الزمالك ومن قبله الاسماعيلي. يعني انا مش هرد عليه واقول له مثلا انت السنه اللي فاتت كنت طالع السما، انت معاك عبد الله السعيد ومعاك احمد حمدي ومعرفش معاك مين ومين ومين ومين، بتاخدوا بطوله عمرك اصلا 3/4 بطولاتك انت اللي واخدهم بلعيبه الاهلي، بعكس الاهلي احنا لعيبه الزمالك اللي جاب عندنا من الزمالك قليل خالص اللي نجح، يعني صبر رحيل بعد اعوذ بالله ما نجحش معانا، رضا عبد العال ولا الهوا ولا كان ليه بصمه وكان لاعب هامشي جدا. مين تاني يعني انا مش فاكر مين من الزمالك جه الاهلي ونجح. مؤمن زكريا ده اصلا ابن الاهلي. مين تاني؟ حد يفكرني يا جماعه، اكتبوا في الكومنتات كده لو فاكرين حد من يعني هو امام عاشور تمام اللي جه من الزمالك للاهلي ويعتبر ناجح، وان شاء الله نتوسم خير في زيزو.
بن شرقي ده لابنك يا ابني، ده جه لعب عندك سنتين ثلاثه، انت اعتبرته ابنك ليه واعتبرته ليه زملكاوي اصلا؟ لكن بالعكس يعني كل لاعبي الاهلي اللي بينتقلوا للزمالك بيكون لاعبين ذو بصمه في الزمالك. ليه؟ هم واخدين جينات الاهلي وجينات المكسب. حتى من لعيبه الزمالك نفسهم لما حسام حسن انتقل من الاهلي والزمالك قال لك نقل لينا فكره الفوز والبطولات والحميه وان انا ما اخسرش. هو نقلها للجيل اللي كان موجود ساعتها، رغم انه كان جيل قوي يعني في نادي الزمالك. فيعني دي فكره عبيطه جدا. يعني على سبيل المثال كده احنا هنتكلم برضو ان ليفربول مثلا لما راح خد صلاح واليسون بيكر من روما، فكل الانجازات اللي حققها ليفربول دي تنسب لروما. او مثلا بايرن ميونخ لما بياخد من بروسيا دورتموند او لايبزيج، يبقى كده ريال مدريد ما تحسبلوش البطولات ديت، ده او من اتلتيكو مدريد او دي تحسب للنادي اللي واخد منها لعيبه او اتنين اقوياء. او بايرن ميونخ لما بياخد من لايبزيج او بياخد من دورتموند، يبقى كده كل البطولات اللي بياخدها بايرن ميونخ ديت تنسب للناس ديت. فكره هبله وطرح عبيط وطرح اهبل. زي ما قلت لكم في تعبان اناكوندا بيلعب، فهم مش على بعضهم، مش عارفين يقولوا ايه، فاثر على مخهم. هنا خلايا المخ اللي بقى يعني بعد ما بيشيلوا المخ هو بيبقى شويه خلايا كده عايشوه، فبيبقى في طراطيفهم كده شويه حاجات لها علاقه بالتفكير. تمام. الدوده دي لما بتلعب بتاثر على شويه الخلايا اللي باقيه دي. نروح للفكره الثانيه. بيقول لك في حوالي مليون. فكره بقى ايه؟ ان جمهور الاهلي مش موجود في امريكا، وفين الشعبيه وفين التقليه والكلام ده كله. بيقول لك في حوالي 1,800,000 مواطن مصري في امريكا، بس للاسف ما فيهمش حتى 5,000 اهلاوي يحضروا ماتش الاهلي في الافتتاح. يعني بغض النظر ان طبعا الحضور الاهلاوي هيكون اكتر من كده، لكن يعني في شقين هتكلم. في الشق الاول ان الزملكاوي دايما تحس برضو ان هو بيكتسب بعض الصفات، زي ما احنا قلنا ان هو بيشيل المخ وبيشيل الضمير وبيشيل المنطق. في بعض الصفات بيبدا يكتسبها بناء على يعني بما ان احنا بنشيل الحاجات دي، اذا فبيبقى بعض الصفات كده على طول بيكتسبها الزملكاوي عشان يبقى كائن زملكاوي. ايه هي الصفات ديت؟ التدليس طبعا والتخلف العقلي وكل الكلام ده، لكن بيكتسب حاجتين مهمين جدا، وهم البكاسه والبجاحه. يعني يبقى شخص بجح وبكس، فهو تحس ان هو جلده تخين من كتر ما اتهزق ومن كتر ما اتهان ومن كتر ما ناديه متهان ومتهزق ومن كتر ما هو فاشل، فبيقعد ينظر عليك. انت متخيل مثلا كأن طالب مثلا جاب 30% في ثانويه عامه، فاهمني؟ قاعد ينظر على طالب مثلا جاب 96، انت ما عرفتش تجيب فاشل 4% فاشل ما عرفتش تجيبهم. هو ده بقى بكس وبجح. يعني ده خد فيما فيه الكفايه شتايم من اهله وشتايم من الناس وتهزيق وبتاع، لحد ما بكس وجلده تخين زي الخنازير وبجح. فتلاقيه قاعد ينظر في حاجات زي كده. انت اصلا يا ابني انت عمرك اصلا انت ليك 20 سنه ما خدتش افريقيا، انت عمرك ما خطيت كاس عالم للانديه، حتى بالويل القديمه لكاس العالم للانديه انت ما خطيتهاش، ما رحتش كاس قارات، ده بيراميدز رايحها قبلك، فاهمني؟ كاس العالم للانديه 32 ده يا مين يعيش بعد 30 40 50 سنه، الله اعلم انت هتروح امتى. كاس العالم للانديه في ثوب الجديد ده اللي هو 32 فريق اللي هم صفوه فرق العالم، فانت جاي تنظر على الاهلي. يعني بغض النظر انت اصلا جماهيرك ما يجوش 12 13 مليون في مصر اللي هي فوق ال 100 مليون، انت جاي تنظر على الاهلي هنا. فيعني طبعا هو مش فاهم برضه هنا بيتكلم، هو فاكر امريكا دي مثلا زي مصر، زي السودان، زي السعوديه، زي ليبيا، زي امريكا دي قاره حبيبي، دي قاره. يعني تخيل مثلا واحد كده في جنوب افريقيا وماتش في مصر، تمام؟ فميامي دي مثلا تقريبا في شمال امريكا، فواحد مثلا في جنوب افريقيا في اخر الدنيا، فهو محتاج سفر طويل جدا عشان هو يعرف يسافر. دي مش بلد يا حبيبي، دي ولايات، كل ولايه دوله. فمش معنى ان في 1,800,000 واحد في امريكا ان هو قادر ان هو يروح ويسمع كوره في ميامي. دي الشق الاول. الشق الثاني ان امريكا انت دي غلطه من الفيفا ان هي تروح تعمل كاس العالم في واحده من اقل دول العالم اهتماما بكره القدم. هم عندهم السله والNBA، عندهم كره القدم الامريكيه، دول اللي حابب تتفوق في
اهتمام الجمهور الامريكي على كره القدم. طيب الاهلي ملوش جمهور، ميسي ملوش جمهور، سواريز ملوش جمهور، بوسكيتس ملوش جمهور، بيكهام صاحب النادي ملوش جمهور، كل دول ملهمش جمهور. هو انت ده وانا صاحب الارض الافتتاح؟ هل الكاس العالم ده بيتعمل في مصر مثلا فانت بتلومني ان انا بقول لك، او في الخليج مثلا فانا بقول لك جمهوري في الخليج؟ ليا جمهور في كل العالم، في العالم كله. في اليابان كان في جمهور، في جنوب افريقيا في جمهور، في كل، بس جمهور ليميتد. مش كل الناس قادره ان هي تروح وتدفع ثمن تذكره او ان هي تفضي وقتها. لكن الجمهور اللي عنده قدره فيها هتشوف جماهير النادي الاهلي في امريكا موجود هتساند. لكن ما تقوليش ان فشل، لو فشل يعني ان هو يبقى فيه حضور في مباراه الافتتاح ان الاهلي هو السبب. يعني انت سايب ميسي وبتقولي الاهلي هو السبب، سايب بوسكيتس وسواريز ونجوم العالم دولت، نجوم العالم سايبهم وبتقولي الاهلي هو السبب. طبعا برضو من ضمن الحاجات اللي بتسببها الدوده او الاناكوندا اللي احنا قلنا عليها. في بقى خبرين كده هاخدهم على السريع مش هطول فيهم يعني. واحد الكابتن شوقي السعيد، يا مهمش، كابتن شوقي السعيد بيقول لك الاهلي بيفكرني بالراجل اللي بيشتري بواقي زيت السمك وبواقي زيت الطعام. لا يا حبيبي، لا يا قلبي، الكلام ده بتعمله انت. انا لما باخد لعيب من الزمالك بيكون نجم الزمالك وانت مش عارف تجدد له، بتبقى انت بتحبي وبتبوس كعوب رجليه ومش عارف تجيبه. بن شرقي ماشي ومديك على قفاك ومديك على عينك ومشي وسابك وانا خدته وانت ما عرفتش تجيبه بعد ما مشي وكان نفسك ان هو يرجع لك. امام عاشور انا واخده من قلب بيتك بعد ما سابك وكنت هتموت وترجعه ويبقى عندك وانتوا لسه بتعيطوا عليه لحد دلوقتي، انا واخده منك. زيزو انا واخده وانتوا بتبيعوا ذهبكم عشان خاطر وتسيبوا مرتباتكم عايزين تدوها لزيزو عشان خاطر يجدد، فانا واخده. فانا مش واخد بواقي، ده انا باخد تيجان رؤوسك باخدها، جواهرك باخدها. انما انت ده حسام حسن اهم صفقه في تاريخك كله اللي انت واخدها من الاهلي اللي كان ممشيه. يعني الاهلي قال له اتكل على الله حسام احنا مش عايزينك، فندول كده قالوا له انت خدته. فاعرف حجمك لان انت صغير قوي، ما تحاولش تبني نفسك حجم اكبر من حجمك. في واحد بقى اسمه احمد صابر سونيا. احمد صابر سونيا مش انا اللي بقول عليه سونيا، هو سمى نفسه سونيا. يعني هو طلع في يوم من الايام قال والله انا يا جماعه انا اسمي احمد صابر سونيا. فسونيا ده ماله بقى؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك الوداد المغربي سافر قبل البطوله ب4 ايام من غير زيطه ولا صيت اعلامي، ولا قالوا يلا نلعب ماتش ودي ونعمل كاس مزيف وجايزه احسن لاعب عليها نسر وهوب نعمل بطوله من لا شيء، ولا اعلام مغربي فارد مساحات للهري اللي على الفاضي ويحسسك انهم رايحين يحرروا عكا. الموضوع شيك وبسيط وان شاء الله الوداد يشرف قاره افريقيا. طبعا زي ما قلت لكم الاناكوندا اللي بتلعب لهم فدي مجنناهم، مخليها كده، مخليهم مش على بعضهم كده. يعني بغض النظر ان هو طبعا ما اعرفش، لو قلت له سالت على اسم قناه مغربيه واحده مش هيعرف. اللي هو بيقول لك الوداد المغربي راح ومفيش حد عامل اي بروباجندا، انت لو سالته على اسم قناه واحده مغربيه مش هيعرف. طب انت عرفت منين الاعلام هناك مش مهتم بكاس العالم للانديه؟ ولو هو كده اصلا يبقى المغربيين عندهم حاجه غلط. هو ما ينفعش يبقى انت عندك بطوله عالميه زي دي وعندك نادي مشارك فيها بيشرف البلد بتاعتك وانت تقول لي هم مش مهتمين. بس هو طبعا هري وكذب وزيطه وهبل وسونيا، فاهمني؟ فالدنيا مش حلوه معايا يعني. اتمنى ان انتوا تعملوا تاني، اقول لك اعمل اشتراك للقناه واعمل لايك على الفيديو عشان ينتشر، شير الفيديو ده لاصحابك ازاي ترد على المدلسين والمجانين فتعرف تفهمهم وتحطهم في حجمهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.